السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، والنهاردة جاية لكم فيديو جديد. قولولي بقى عاملين ايه واخباركم ايه؟ سامحوني على صوتي، انا عارفة ان انا كتير قوي بقول لكم ان انا عندي برد، بس المرة دي البرد زايد بزيادة يعني. وتعبني قوي ونفسي مكتوم، يعني الحمد لله كله خير. فادعوا لي كده بالشفاء ان شاء الله على خير كده، ويلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض. اول حاجه بقى كنت حاطه كده بتنجانيه تتشوى معاكم عشان كنت عايزه اعمل بابا غنوج. بس للاسف انا لقيتها بايظه بعد ما شويتها. هي ما كانش باين عليها اي حاجه، بس لما فتحتها حسيتها بايظه فمرضتش اعملها ورميتها. جبت بقى معاكم كده بصلايه وسط وبصلايه صغيره، يعني انا في العموم عايزه بصلايه حلوه كده كبيره. وابتديت ان انا اعملها معاكم كده جوليان. وهبتدي ان انا اشوح البصلايه دي في السمنه البلدي كده ونقطه الزيت اللي انا حطيتها لحد ما البصل يبتدي ان هو يدبل كده. انا النهارده هعمل معاكم شكشوكه، بس هعمل معاكم شكشوكه بدون اي افتكاسات بتاعه امهاتنا العاديه جدا. ولا هحط عليها بقى موتزاريلا ولا هحط عليها اي حاجه، انا كنت عايزه اكلها كده بالطريقه اللي احنا اتعودنا عليها الطبيعيه العاديه. بس كده ف هنشوف بقى دلوقتي. هشوح البصل كده معاكم لحد ما يبتدي ان هو يدبل. وهحط كمان حوالي فصين توم كده كنت حطيتهم خلاص، او فص توم كبير. وهبتدي بقى اشوح معاكم كده البصل ده لحد ما يبتدي ان هو يدبل. انا مش عايزاه يتحمر ولا ياخد لون، انا عايزاه يبقى دبلان كده داخل على السوا. ف هفضل بقى اقلب فيه كده معاكم علشان يبقى سواه كله واحد. مفيش مثلا حتت تتحرق وحتت تبقى تمام. هنا بقى كان البصل ابتدى ان هو كده يدبل. في الوقت ده بقى انا كنت قطعت طماطم كده مكعبات وفلفل اخضر. هفضل بقى اقلب كده اول ما احس ان خلاص البصل ابتدى ان هو كده يدبل وتمام. انا دي المرحله اللي عايزه انزل فيها بالخضار. هنزل بقى بالطماطم والفلفل كده معاكم وهقلبهم كده على بعض وهسيبهم لحد ما يتسبكوا مع بعض. هنا بقى كنت وصلت للمرحله اللي انا عايزاها. هنزل كده زي ما قلت لكم بالخضار وهقلبهم. هحط بقى معاكم ملح وفلفل اسود. وحطيت شوية مية كده علشان الخضار يتسبك. وهقلب بقى كل ده في بعضه كده وهسيبه لحد ما يتسبك وهرجع له تاني. خلاص كده كان الخضار بقى اتسبك. وسعت كده للبيض اللي انا عايزه احطه. وانا عملت 4 بيضات بس، لان انا عارفه ان احنا مش هناكل اكتر منهم خالص. وانا ما بس كده بحبش حطيت ان بقى بصراحه البيض، الاكل هحط على يتفضل وشه ويترمى كده رشة والحاجات دي. فلفل اسود وكمان احنا بنحب علشان اي الاكل طازه زفارة، اليوم ورشة بيومه ملح يعني. فما صغيرة. تلاقونيش قليل قوي لو وهسيبه عملت اكله لحد ما البيض يبتدي اللي ان انا هو اسيبها على يعني يومين او البياض كده. بتاعه كده يبتدي ان هو يستوي. ممكن تكون مثلا هدخله طبيخ الفرن زي على البامية درجة او حرارة الحاجات دي. 200. الحاجات اللي انا مفيش بحس عشر ان هي دقايق لان فعلا لما انا ما بتقعد بحبش طعمها البيض يكون بيحلو مستوي اكتر قوي قوي. وبتبقى احلى هنا واحلى. بقى كمان كانت بس هو ده الاكل البطاطس، اللي انا ممكن اعمله كنت واسيبه مقطعة لتاني يوم بطاطس. وناكله عادي. بس كده سبت بقى هنا البيض لحد ما البياض كده كان ابتدى ان هو يستوى، ودخلته على درجة حرارة 200 حوالي 10 دقايق، لان انا ما بحبش البيض يستوي قوي. المهم بقى هنا البطاطس كانت خلاص اتسلقت. جبت بقى شبت وبقدونس كده وقطعتهم رفيع. انا بحس ان الشبت والبقدونس بيدوا البطاطس السلطة طعم وريحة كده حلوة قوي، وبتبقى طعمها حلو جدا جدا. فبحب قوي احط معاها. بس اوقات مثلا ما بيكونش عندي خضرة او كده، فما بوقفش نفسي يعني بكتفي بالفلفل الاحمر والثوم وخلاص على كده.
بس هنا بقى حطيت معاكم كده فصين 3 توم، وحطيت كمان معلقة فلفل احمر وزيت وملح وخل، وهبتدي بقى ان انا اقلبها كده، وهتاكلوا بقى احلى بطاطس سلطة. بيبقى طعمها حلو قوي قوي، يعني انا لما بحط لها خضار كمان بحب، خضرة قصدي، بحبها اكتر واكتر. بس كده هنا البطاطس كانت خلصت، والشكشوكة كمان كانت خلصت، وكنت خلصت الاكل بتاعي، وكان بقى لسه عندي كده حاجات ورايا عايزة اخلصها. بس كده ده كان شكل الاكل. يلا بينا بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. النهاردة روتين حلو كده، و انا كنت ظبطت الشقة وعملت كل حاجة قبل ما انام، والحمد لله بقى صبحت تعبانة جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. رصيت بقى معاكم كده غسالة الأطباق، وقلت أروق بقى المطبخ بالمرة، علشان ايه ابقى نايمة كده كل حاجة رايقة وكل حاجة تمام. بالذات ان انا شايلة السجاد بقى بتاع الشقة، وانا طول ما السجاد متشال، طول ما انا حاسة ان الشقة متكركبة، ف ببقى بقى عايزة على قد ما اقدر كده، في حاجة عايزة تخلص اخلصها، مواعين عايزة تتغسل اغسلها واخلص. فبكون يعني حريصة ان انا اي حاجة في الشقة كده ما سيبهاش بقى تتكركب والدنيا تبوظ. كل يوم برضو بكنس الشقة علشان اي تراب او اي حاجة، لان احنا طبعا بقى الارض خلاص فاضية، مش عايزة اي تراب او اي حاجة تطلع على الانتريه ولا الركنة ولا السراير ولا كده. فايدي بقى في الشقة لحد ان شاء الله السجاد ما يجي. انا نزلت السجاد بدري يتغسل، قلت يعني ايه، قلت كده في الانجاز احسن، علشان لو استنيت مثلا لاول الشهر هيكون خلاص على دخلة رمضان، وهنكون قربنا قوي قوي، فهنبقى الناس كلها بقى بتغسل سجادها وكده، فهيتأخر قوي، واحنا اصلا الجو مش مستحمل ان احنا الجو يتأخر. يعني اديكوا شايفين الشقة عندي متلجة طبعا، فاول ما شلت السجاد البرد زاد عليا ازاي وتعبت قوي. فالحمد لله على كل حال. دي بقى كانت مواعين كده مغسولة وكانت بتتصفى، فقلت بقى اشيلها معاكم كده وافضي علشان احط الصينيتين اللي فاضلين ما دخلوش الغسالة. غسلت بقى الصينية دي معاكم، دي اللي كان مكانها الشكشوكة. احنا بعد الغدا انا حطيت فيها ميه علشان لو فيها اي حاجه يعني تبوش على بال ما نتغدى وكده، ومسكتها بقى شلت منها اي زيادات كانت موجوده وغسلتها. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله بتلمع. مين زي بيحس ان الالمونيا الجديده بتاعتنا بتاعت العرايس الجديده احلى بكتير من الالمونيا اللي كانت عند امهاتنا ومش بيمسك فيها الاكل وكده. انا فاكره ان احنا كنا لازم نسيب الصينية تبوش كتير قوي علشان نعرف نغسلها وتبقى تمام وتبقى سهلة. لكن انا بحس ان الألمونيا الجديدة دي ما شاء الله ما شاء الله الاكل مش بيمسك فيها قوي، وبتتغسل بسهولة وكده. بس كده هما دول اللي كانوا فضلوا ما دخلوش معايا الغسالة. خلصتهم، وهغسل بقى معاكم الحوض كده، وهظبط الدنيا، وهغسل كمان الجزء بتاع السيراميك اللي ورا الحوض ده، علشان ابقى كل حاجة كده تمام. معلش بقى، عفوا سامحوني، انا يعني باحاول ان انا اظبط صوتي معاكم على قد ما اقدر، بس مش عارفة اظبطه خالص، فسامحوني بقى لو كان الصوت مضايقكم. غسلت بقى معاكم الحوض كده، والليفة دي ده اخر استعمال ليها خلاص وهرميها. مش يعني مش هعمل بيها حاجة تاني. انا كنت سايباها بقى للخلاطات بتاعة الحوض وكده، فقلت خلاص بقى كده هي كده بالنسبة لي كفاية عليها قوي، ورميتها بعد ما خلصت المرة دي. غسلت بقى الحوض وغسلت الحنفيات معاكو، وهشطف بقى كل ده كده، وهتبقى كل حاجة ما شاء الله زي الفل. انا بقى في الوقت ده ببقى في غاية الانبساط لما بحس ان الحوض كده بيلمع وكل حاجة تمام والمواعين اتغسلت ومفيش حاجة تاني. خلاص هنا كنت بوريكم بقى ان انا هرميها.
وغسلت كمان اللي فيها الصابون دي، على طول باغسلها وإيدي برضه فيها علشان ما يبقاش عليها تكلُّسات من المَيّة أو كده، وبس كده رصّصت كل حاجة مكانها، وكده كنت خلاص الحوض بقى زي الفل، وكل حاجة فيه اتغسلت وبقت تمام. تعالوا بقى نروح نشوف باقي المطبخ. رُحت بقى على البوتاجاز كده، مسحته بمنديل كلوريكس معاكم، وبقيت أمسح وفي نفس الوقت كده ألمّعه علشان أخلّص يعني وأنجز كده في الوقت. المناديل دي بجد هافضل أقول لكم إن هي اختراع يا جماعة، حلوة جدًا، جدًا، لو في أي حاجة على البوتاجاز بتشيلها وبتبقى جميلة أوي. باحسّها كده بتنضّف البوتاجاز وآمنة جدًا، جدًا على الستانلس وحلوة أوي. مش عايزاكم تسرحوا مني، انا بسكت علشان ما صدعكوش يعني، بس انتوا عايزاكم تشوفوا الفيديو بقى، ما تسرحوش مني كده. وطبعا زي ما بفضل اقول لكم كل فيديو، يا ريت لو ما حطيتليش لسه اللايك تنزلي تحطيه، مش هياخد من وقتك ثواني وهتكوني شجعتيني بيه. زي ما انتم شايفين كده بمسح وبعد كده ارش الجلانس وعلى طول المع وارجع الحامل مكانه على طول، ما شلتش بقى الحوامل مره واحده وكده. انا معرفش ليه عملت كده، بالطبيعي بتاعي ان انا بشيل الحوامل كلها وببتدي ان انا امسح البوتاجاز براحتي، بس كنت حاسه ان انا كده هنجز اكتر يعني واخلص اسرع، فعملت كده. بس كده هنا بقى كنت خلاص خلصت كده البوتاجاز، هرجع بقى العيون بتاعته، وزي ما انتم شايفين كده زي الفل. الحوامل دي انا من يومين كده كنت دخلتها غسالة الاطباق وطلعتها دعكتها على طول، فهي الحمد لله نوعا ما نظيفة. وناوية ان شاء الله قريب اعمل فيها نفس الحركة تاني علشان انضفها خالص. الحوامل الزهر صعبة قوي قوي يا جماعة بجد في تنظيفها، لو ما بتتعملش اول باول دايما هتلاقوها صعبة قوي في التنظيف، فاللي عنده حوامل زهر لازم يكون بينضفها اول باول. بس كده زي ما احنا متعودين بقى، بلمع كده الرخامات ولو عليها اي حاجة بشيلها، بمسح تحت كل الحاجات اللي موجودة عليها بشيلها وامسح تحتيها علشان انجز كده، وتبقى الرخامات بتاعتي كلها زي الفل. دي الرخامة التانية برضو هلمع بنفس الطريقة، هشيل كل حاجة وهلمع تحتها علشان احس كده ان المطبخ رايق وزي الفل. انا بقى في الوقت ده لما بخلص المطبخ كده بجد وبقف على باب المطبخ، بحس قد ايه الدنيا جميلة ولذيذة. وزي ما انا دايما بقولكوا طالما المطبخ عندي رايق فانا بشوف ان الشقة كلها رايقة وزي الفل. خلصت بقى معاكوا كده المطبخ ودخلت بقى، كان عندي شوية غسيل قلت برضو اتشجع بيكوا كده واطبقهم. انا الفتره دي بغسل كتير جدا، معرفش في ايه، بجد ثبت الغسيل ما شاء الله اللهم بارك ما بيفضاش خالص. كل شويه يا اغسل غسيل الم غسيل انشر غسيل اطبق غسيل، فالغسيل بجد مش بيخلص. فبقول سبحان الله الحمد لله يعني ان احنا عندنا غسالات بتغسل لنا وكده. امال لو كنا بقى بنغسل على ايدينا كده زي زمان كنا هنعمل ايه يعني؟ احنا دلوقتي الغسالة اللي بتغسل لنا واحنا بننشر ونلم ونطبق، والغسيل اصعب حاجة علينا. فتخيلوا لو احنا بقى كنا بنغسل على ايدينا كده زي ايام زمان كان هيكون الدنيا ايه؟ زي ما انتم شايفيني بقى كده عامله شبه الدبدوبه، انا اصلا واقفه على السيراميك، وطبعا زي ما انتم شايفين لابسه سليبر في رجلي وكل حاجه، بس حاسه ان السيراميك هنا بيطلع هوا مش طبيعي وانا واقفه، فهتلاقوني بقى قفزت كده وقفلت الروب عليا وبقيت عامله شبه الدبدوبه علشان واقفة سقعانة جدًا، بس قُلت أخلّص كده وأنجز وأطبّقهم معاكم، لإن أنا بجد لو ما كنتش اتشجعت بيكم كنت هادخل أنام واسيبهم، فهيتراكم عليهم غسيل، لإن أنا برضه اليوم ده غسلت ونشّرت وهيبقى في غسيل بقى عايز يتلم ويتطبّق تاني، فهيبقى ده على ده هيبقى حاجة كتيرة أوي وصعبة.
أنا باحب أوي أطبّق التطبيقة دي، باحسّها كده بتخلّي لي الدولاب ما شاء الله مرتّب كده ومهندم، وبيبقى حلو. وطبعًا لو في بقى بنطلونات خروج أو كده آآ باطبّقها تطبيقة صغيّرة كده باقسمها بالنُص، لإني كده هادخل أعلّقها. والطُرَح برضه نفس الحكاية، باطبّقها باقسمها بالنُص، لإن أنا عندي منظم الطُرَح ده باعلّق عليه الطُرَح. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي، كان روتين كده يعني خفيف ولذيذ. يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم وخفيفة على قلوبكم. مستنية تشجيعكم. أشوفكم في فيديو جديد على ألف خير إن شاء الله. مع ألف سلامة. باي باي.